السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم فيديو جديد. معكم أحمد أيمن. النهاردة عندنا فيديو جديد وسلسلة جديدة، سلسلة كن أسطورة بيس 2024 بي اس بي. يلا بينا نبتدي السلسلة، وآسف على السحب يا شباب، كنت بعمل في الدراسة واختار الجنسية مصر، وهبدأ في الدوري الإنجليزي. هبدأ جناح، ويلا بينا مركزي جناح. الاسم هيكون الاختصار لاسم أحمد، وهكتب الاسم كامل أيمن، اسم أبوي وبس. الاسم على التيشيرت نفس الاسم بالظبط. يلا بينا نبدأ. ده الاحتفال، ده طريقة تسديد الركلات الحرة زي ليونيل ميسي. ده تسديد ركلة الجزاء. ده هيكون الاحتفال بالهدف. بس الطول زي ما هو، بس هخفف وزنه، هخليه 58، والطول 170 سنتي. الشعر، شعر اللاعب حلو. الشعر ده انا هخليه كده وبس. الفوتبول حلو ده. كلافز، هيلبس كلافز طبعا. الأكمام هتكون قصيرة في الصيف وطويلة في الشتاء وبس. يلا بينا. هقويه في السرعة فقط لأنه جناح، والجناح يتميز بالسرعة طبعا. يلا أخليه أول حاجة يبقى مميز في المهارة، يتدرب على المهارة. صور رجله، و5 دقائق. نلغوا اللاعبين الأساطير، عايزين اللعبة واقعية، ما يكونش فيه أساطير. ويلا بينا. هنلعبوا ماتش الاختبار مع انتر ميامي ضد الأساطير. هلعب مع ميسي في ماتش الاختبار. تبدأ المباراة في سبوتيفاي كامبر. هجوم من كرويف، لكن الدفاع تدخل. كرة حلوة توصل عند أحمد، يحاول يستلم، لكن الكرة وصلت له عالية. حلوة حلوة. العب، يلا روح، روح انت الأسرع يا راجل. دي استلامة حلو حلو. عاش يا شباب. الضغط مستمر. كرة عند فيليب لام، لكن مقطوعة. ترجع تاني الميامي، يلعبها عالية عند أحمد. بلاش يا جدعان الكرة العالية. لاعب قصير جدا، 170 سنت. ترجع الكرة عند فيليب لام، خطيرة خطيرة. يلعبها الماتيوس وكرويف. كرويف الله، الدفاع حلو. العب، العب حلوة. خد تاني، ها حرام عليك تأخرت. ترام يتقدم، ولكن الدفاع خطير. كرة توصل عند كرويف. كرويف والتسديدة خارج الملعب. حلوة حلوة. بص، حضن على الكرة وعدى، ولكن سدد خارج الملعب. كرة موصولة عند أحمد أيمن، يتقدم، والتسديدة كان المفروض تروح في الزاوية الضيقة. كرة يصد لها بيتر تشيك، الأسطورة العالمي، من أفضل الحراس في التاريخ. يلا الكرة وصلت عند أحمد، يتقدم، يبحث على التمرير والعرضية. العرضية من أحمد أيمن، يتقدم ويرفع، والتسديدة حلوة. يا إلهي، ما هذا! عرضية حلوة، وبص الرأسية، والله كانت جول، لكن كانت عايزة سن. حارس يرفع كرة عالية عند كرايف، يستلم كرايف، يلعبها لترام. ترام
يحاول يعدي ويلعبها البلك، والدفاع تدخل ويشتت اي حاجة وخلاص. حلو حلو، وانتهى الشوط الاول. كرة حاول يلعبها علي عند احمد، ويستلم احمد ايمن يتقدم. روح روح، حرام عليك يا اخي، دول اساطير يعني مستحيل نسجل عليهم. كرة تروح عند مكاليلي، يحاول يعدي. حلو حلو، يلعب يلعب يلعب. يا راجل فين دي وتأخرت. يضغط احمد لكن حلو. مكاليلي يلعبها لترام، ترام يتقدم، يبحث عن العرضية، يلعبها لفيليب لام لكن ما توصل. حلو يا اخي، لماذا تفوتها؟ انت صحيح سريع بس مش هينفع، دول اساطير اساطير. كرة عند مكاليل حلوة، يا إلهي ازاي عدت مني. اوب اوب اوب، الله يا الدفاع. حلوة حلو حلو، استلم. روح روح، يلا المرتد المرتد. لا يا اخي ليه وقفت. حلوة حلوة، ما زالت القوة البدنية عنده ضعيفة. يلعب بعيدة خالص. حلو حلو. للأسف يا شباب المباراة انتهت 0-0. معرفناش نسجله على الأساطير، وخد رجل مباراة ترام، وأنا خدت تقييم 6/10. حلو مش وحش. يلا بينا نشوف العروض التي تتقدم لنا. 3 عروض: كريستال بالاس، أستون فيلا، ساوثهامبتون. يلا بينا إلى أكيد طبعا أستون فيلا من غير كلام. البداية في الدوري الإنجليزي. أعطوني رقم 13 لكن هغيره. رقم المفضل هو 99، رقم مميز. ويلا بينا. أول مباراة في الدوري، أنا احتياطي طبعا، مستحيل ينزلوني. ويلا بينا ضد ويلفرهامبتون. إن شاء الله هينزلني في الشوط الثاني. هجمة خطيرة، عرضية، فاول، والتسديدة. بوب بوب بوب. ايه ده؟ بص الدفاع صدق الدكور الأولى والثانية والثالثة والرابعة، 4 كور يا الدفاع. خطيرة من ويلفرهامبتون لكن الدفاع تدخل. ترجع تاني. حلوة يا الدفاع. واخيرا المدرب نزلني في اخر الدقائق الشوط الاول. نزلني راس حربة للاسف. كرة حلوة، يلعب يا دقيقة. طب يا حكم كنت استنيت الهجمة دي. كرة خطيرة من ويلفرهامبتون، والعرضية اوه بو. يا ده ليه يا ده متروري؟ بص العرضية، حرام عليك يا اخي، دي ازاي عدت؟ ازاي؟ الكرة توصل عند احمد ايمن، يستلم، يحاول يعدي. صعب هتحارب لوحدك في الغابة. يلعب. راح فيها. حلو ادخل. الضغط مستمر لكن ولفرهامبتون محافظين على الكرة. حلو، يلعب. يلا يا ابو حميد، روح يا ابو حميد، روح يا عالمي. التقدم وعرضيتك يا ابو حميد تخبط في المدافع، الكرة خارج الملعب. يلا الركنية الحاسمة. يلا اهي عدت، ولكن ركنية تاني الحمد لله من الدفاع. ويلا اوف يا حارس. لا لازم الإعادة. الزايد، بص الرأسية عدت والحرس ازاي توقعها؟ ولا هي الكرة في النص؟ فاول من نص الملعب، يلعبها عالية. حلو يا اخي، عايزين نستفادوا اي حاجة. اخر ثانية متسلل للأسف، ما خدتش بالي والله.
الكرة عند ولفرهامبتون، كأنهم خسرانين عايزين يهاجموا علشان يضيعوا وقت، والتسديدة خارج الملعب. وانتهت المباراة 1-0 لولفرهامبتون. للأسف خسرنا. تقييمي 5.5. يلا حلو. وللأسف يا شباب الماتش التاني في الدوري ضد توتنهام، المدرب مش ملاعبني أساسي ولا احتياطي، مش ملاعبني المباراة، فاضطر أتخطى المباراة. ويلا بينا الماتش التالت في الدوري، وكسبنا 3-1 على توتنهام معجزة. يلا ضد برايتون إن شاء الله 3 نقاط. مدرب نزلني في بداية الشوط الثاني. يلا بينا. كرة تبدأ عند برايتون، خطير برايتون، يا إله. والكرة خطيرة من برايتون، لكن الدفاع ياخدها ويلعبها لأحمد. روح روح، انت الأسرع، انت الأروع، انت الأفضل. ويلا والتسديدة. حرام عليك يا حرس، لماذا تمنعني من تسجيل أول أهداف المباراة؟ حلو حلو، ما زال. آخر هجمة، آخر هجمة. لو كنت سجلت الكرة لكانت خدنا 3 نقاط مهمين جدا. الحرس يمسك الكرة، وللأسف انتهت المباراة، انتهت بالتعادل 0-0. وأنا أخذت تقييم نفس التقييم، 5/10، 5.5. ويلا بينا الماتش الرابع في الدوري ضد أرسنال. المدرب مش ملعبني لأني مسجلتش في الماتش اللي فات. اللاعب بتاعي طاقته بتزيد وبيتطور. والجدول، احنا وصلنا إلى نهاية الفيديو على الآن، وأتمنى أن تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك للفيديو ليوصلكم كل جديد إن شاء الله. والحلقة القادمة سوف نلعب ضد ويست هام يونايتد، ساوثهامبتون، ونوتنغهام فورست. كل حلقة 3 مباريات فقط، أو ممكن 4، يعني على حسب. وبس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.